الناس ليه مخنوقة، ليه نخنق بعضينا، دي الدنيا مخلوقة لينا ومش تبقينا. الناس ليه مخنوقة، ليه نخنق بعضينا، دي الدنيا مخلوقة لينا ومش تبقينا. ليه الأفراح ولت والأيام بكتنا، أصل عينينا حولت معرفنا سكتنا، مين حيدلنا مين؟ عالم عم أمين، عالم كل وزين الزين، عالم تختل الموازين. عالم عم أمين، عالم كل وزين. دايما الاستاذ عمار الله يرحمه كان لما كان يعمل مسلسل يقول لي بص انا عامل لك التيمات جوه اهي والمهندس معاك اهو، عيش انت بقى سمعني. يعني ايه؟ يعمل لي التيمه وانا اعيش فيها احفظها وابقى قاعد براحتي بقى في بيته في المانيال، واقعد انا والمهندس يهندس في الاستديو، واقعد احفظ الجمل بتاعت الاستاذ عمار اللي انا كنت بالنسبه لي يعني بسمعها. كل ما اسمع اي جمله الاقي نفسي يعني لازم اجيب الجمله دي واقعد اسمعها مره وتاني وتالت ورابع لغايه الحمد لله ما واضيف حاجات كان يهمني طبعا، وابقى قلقان جدا لو هو ما سمعش. هو كان الاستاذ عمار كان بيثق في الناس اللي بيتعامل معاهم. كان الاستاذ بقى مثلا محمد عبد القادر، دكتور محمد عبد القادر، محمد عبد الرحمن، الاستاذ ايهاب نبيل، دول المهندسين الصوت معاه يعني. فكان يعمل لي التيم اللي هي كل مسلسل، انا مش متذكر مسلسلات كتير جدا يعني. الحمد لله انا كان من حظي وشرفتي ان انا اكون من اكتر المسلسلات اللي سجلتها مع الاستاذ عمار، ان كانت مسلسلات ولا افلام، وانا مش متذكر العدد قليل يعني على قد ذاكرتي يعني. فكان يعمل لي الجمل واخش انا اركب التيمه. فكنت اسمع الموسيقى اقول له يا استاذ انا عايز العب دي سولو، يقول لي دوقني. كانت دي دايما يعني المقوله بتاع دوقني، اقول ايه طب ماشي. من ضمنهم برضو زيني بركات، سولو بتاع زيني بركات، مسلسل زيني بركات اللي هو ومسلسل المصروية. كان المسلسلات برضو اللي جت بسرعة كده. لقيت الأستاذ بيكلمني الساعة 7 الصبح، والله العظيم 7 الصبح. بصيت لقيت في التليفون الأستاذ عمار الشريعي. يا نهار أبيض، إيه ده؟ هو داس على الزرار مثلا من غير ما ياخد باله ولا إيه؟ لقيته إيه يا عبد أنت؟ قلت له إيه يا أستاذ؟ صباح الخير يا أستاذ. في حاجة اتخضيت طبعا من التليفون. قال لي تعالى لي دلوقتي المانيال. قلت له حاضر يا أستاذ. قال لي عشان في جزء التاني بتاع المصروية في حاجات بتاعتك. فطبعا هو كان في جزء اول وجزء تاني على ما اتذكر يعني، كان مسلسل المصروية. طبعا خدت بعضي ما بصدق ان الاستاذ عمار يكلمني، ده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا طبعا. وخدت بعضي وجريت رحت على المانيا على طول وكملت مع الاستاذ. قال لي بص انا عامل لك التيم جوه، خش بقى انت عيش. كان الساعة 7 الصبح. رحت له يعني حوالي 7 وربع 7 وتلت. طلعت من عنده الساعة 9 الصبح برضه الصبح.
من ضمن الحاجات اللي انا متذكرها الاستاذ رحمه الله عليه. بالنسبه للاستاذ علي الحجار والاستاذ عمار الشريعي، انا تعرفت على الاستاذ علي الحجار لقيته هو يعرف الاستاذ عمار الشريعي طبعا معرفه كبيره جدا، وهو اللي عرفني بالاستاذ عمار الشريعي. وعمار الشريعي كان الصوت الوحيد اللي يحب صوت، يعني هتلاقي برضو 95% ممكن يبقى 99% من مسلسلات الاستاذ عمار بيغنيها الاستاذ علي الحجار، لان الاستاذ عمار كان يحب الاستاذ علي صوتا واحساسا، يعني تاريخ كبير جدا. وانا اتعرفت على الاستاذ علي، اول حاجه سمعتها عند الاستاذ علي الايام، مسلسل الايام. في طبعا حاجات جوه، غنى كتير جوه، حاجه جميله معموله. الاستاذ عمار كان عامل حاجه كلاسيك قوي عاليه قوي. الاستاذ علي كمان مغني مدي الروح بتاعه الاستاذ يعني اكن مثلا الاستاذ عمار مطلع احساسه حطه في احساس علي الحجار. الاثنين يعني عاشق ومعشوق مع بعض باحاسيسهم، ودي كانت بالنسبه لي كانت بتزودني، كنت ببقى فرحان جدا لما بلاقي احساس دوت. طبعا احنا بقينا محرومين منه دلوقتي، ودي حاجه بتحزن الواحد بصراحه. فالفن الزمن الجميل فعلا والله بجد، محرومين من الفن الزمن الجميل. يا ريت يرجع الفن الزمن الجميل زي ما بيقال. يعني انا بسمع كلمه الفن الزمن الجميل، ايه الزمن الجميل، ايه الزمن؟ طب عايزين نعيش اللحظه ديت دلوقتي، نعيش الفن الزمن، فعلا الزمن محرومين منه دلوقتي. فكنت بسمع الاستاذ علي مع الاستاذ عمار، يجي له يسمع، غير ما كنا ساعات نروح عند الاستاذ علي مثلا نقعد، وكان يبقى الاستاذ عمار ماسك العود، نروح عند الاستاذ عمار ونقعد نغني. كنا بنغني للفن والاحاسيس الفنيه، الاستاذ علي يغني والاستاذ عمار يبقى كان الوقت يعدي علينا والله العظيم ما كنا بنحس بيه. نبقى قاعدين من الساعه 11 بالليل نبص نلاقي ماشيين مثلا من بيت الاستاذ علي الحجار الساعه 5 الصبح، او من بيت الاستاذ عمار الساعه 6 الصبح، وهكذا. يعني كان زمن جميل، الله يرحم الزمن الجميل. قلبي يا قلبي يا ابو الاحلام، حب الخير ما تقولش بكام، وارجع للي بيخلق واللي بيرزق واللي عينيه ما تنام. قلبي يا قلبي يا ابو الاحلام، قلبي يا قلبي يا ابو الاحلام، حب الخير ما تقولش بكام، وارجع للي بيخلق واللي بيرزق واللي عينيه ما تنام. قلبي يا قلبي يا ابو الاحلام. قلبي يا قلبي قلبي يا طاير، لساك حاير بين العتمة وبين النور. لو أحبابك خانوا غيابك ارمي عذابك يملى بحور. قلبي يا قلبي قلبي يا طاير، لساك حاير بين العتمة وبين النور. لو أحبابك خانوا غيابك ارمي عذابك يملى بحور. دوس أوجاعك خلي شراعك يطوي رياح وجراح وألام. قلبي يا قلبي يا أبو الأحلام. اوهب نفسك للي نفسك، واللي يسير وياك في طريق. لحظة ودك نورها
يمدك وعيشتك يبين. اوهب نفسك للي نفسك واللي يسير وياك في طريق. لحظة ودك نورها يمدك وعيشتك يبريك. وياك تكره أيها فكرة تاخد ناسك من الأوهام. قلبي يا قلبي يا أبو الأحلام. قلبي يا قلبي يا أبو الأحلام. حب الخير ما تقولش بكام. تناول نقلات النغم بالنسبة للأستاذ عمار، يعني يعمل البياتي وبعدين يقوم عامل العجم من البياتي ونعمل نهواند من البياتي وبعدين يرجع للبياتي ويعمل الكرد. مثلا زي جملة مثلا زي مسلسل أنا ناسي اسمه بس دي عملتها مع الأستاذ عمار. الاخرانيه دي من عندي بس يعني شوف التناول الجمله كرد وبعدين يعمل الاحاسيس بتتنقل بين العجم والكرد فيدي لك طعم صوت نغمه حلوه جميله تتسمع الواحد يسمعها يقول الله. النقله بتبقى لايقه مع بعضها. فما يجي مثلا يقوم عامل بياتي ويقوم حاطط في وسط البياتي اثر كرد، يعني مثلا بياتي وعامل صابه. يعني مثلا في مسلسل دموع في عيون وقحة لما الأستاذ عادل إمام المركبة بتاعت الصيد اتحرقت كان حاطط جملة موسيقية كنت أنا لعبها تيمة. بيقطعني انا رحمه الله عليه رحمه الله عليه.
أشكركم على السهرة الجميلة. طبعا كانت هي سهرة الأستاذ عمار الشريعي، كانت زمان الله يرحمه كان السهرة شريعي، وإحنا بنكمل مسيرة الأستاذ، وربنا يعني يديكم الصحة. ومتشكر على يعني السهرة الجميلة، وأنا استمتعت، ويا رب تكونوا يعني اتبسطتوا. وأشكركم وشكرا.